بعد قفزة فيليكس التاريخية يعني البطولية، نحن حبينا نسوي لقاء مع دكتور فيزيائي يمزج بين الفيزياء والتاريخ الإسلامي، وما لقينا أحسن من الدكتور علي كيالة. أول شيء نرحب بك في برنامج جماهير، وخبرنا عن قفزة فيليكس النمساوي البطولية. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا للأمانة وللتاريخ هو عمل بطولي يعني بامتياز، لكن قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان سبحان الله هو المخلوق الوحيد القادر على السباحة والجري والقفز، وعنده من الأعضاء ما يتحمل فيها القفز والجري والضغط الجوي. في حال عملية السقوط الحر الذي قام به فيليكس، يمر الإنسان بثلاث مراحل في حال القفز بالسقوط الحر. أولا مرحلة يكون فيها الحركة متسارعة جدا، فحينما يقفز تكون السرعة صفر. بعد عدة دقائق أو عدة ثواني وصل إلى ما يسمى سرعة الصوت، وليس سرعة الضوء. سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. يدور الضوء 7 دورات ونصف حول الكرة الأرضية بثانية واحدة، وهذا يستحيل على الإنسان أن يتحمل هذه السرعة. أما سرعة الصوت فتقريبا 270 متر في الثانية الواحدة. هي قادر الإنسان أو حتى الطائرات المدنية مثل طائرة كونكورد قادرة أن تسير بسرعة الصوت. إذا ينزل من السرعة صفر حتى يصل إلى سرعة قصوى، ثم يقوم بعملية فتح المظلة. هذه الحالة خطرة جدا على الإنسان، لأنه بعد أن تعرض إلى هذه السرعة الهائلة تقوم المظلة بتخفيض سرعته إلى السرعة المعتدلة التي يصل فيها الأرض وهو آمن. هذه تسمى مرحلة تخفيض السرعة، أو ما نسميها السرعة السالبة تقريبا، ثم يهبط بحركة مستقيمة بدون زيادة ولا نقصان لكي يصل الأرض. دكتور، احنا يعني عشنا إثارة كبيرة، وكل العالم عاش إثارة كبيرة، أن ما حد كان يتصور أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى سرعة 1000 كيلومتر في الساعة. أنت كفيزيائي دكتور وباحث في الأمور هذه، كيف عاصرت التجربة الحية؟ يا سيدي الموضوع فيزيائيا وارد، والموضوع عمليا لأنه فيليكس لم يكن يلبس لباسا عاديا، كان يرتدي لباسا خصيصا مخصصا مدروسا على الضغط والحرارة. يعني لم يقفز من ارتفاع 50 أو 100 متر أو من ناطحة سحاب، وكان محصنا تماما ضد هذه العوامل. لكن سبحان الله أثبت مقدرة عجيبة، أنه حينما كان يدور بعملية بحركة ملتفة لم يصب بيسمى الدوخة أو يسمى بفقدان الوعي أو الإغياء، واستطاع وهو بكل وعيه تماما أن يفتح المظلة بالوقت المناسب وأن ينزل إلى الأرض بالشكل المناسب، ووصل إلى الأرض على قدميه. إذن هو فعلا من الناحية الإنسانية والبشرية يعني يشبه تقريبا الإعجاز، لكن ليس إعجازا ضخما. لماذا؟ غلافنا الجوي ارتفاعه بحدود 600 كيلو متر، حيث هنالك الشفق القطبي أورورا. هنالك طبقة على ارتفاع 80 كيلومتر من الأرض، هي تحت طبقة الأيونسفير أو الطبقة المكهربة. هنا يبدأ الرجم الشهبي للأرض، يضرب الأرض بحوالي 10,000 نيزك في الساعة. هذا الموضوع وارد في سورة الجن سبحان الله، الآية رقم 8: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لكن هو قفز بحدود أقل من 40 كيلومتر، يعني 40 كيلومتر حتى تحت طبقة القذف الشهبي إلى الأرض. هو قفز من منتصف تقريبا طبقة الاستراتوسفير. هذه الطبقة ارتفاعها يصل حتى 80 كيلومتر، وهنا المناطيد ما قادرة أن تصل إلى أعلى من منتصف طبقة الاستراتوسفير، لكن هو تجاوز طبقة الأوزون ارتفاعها 30 كيلومتر من الأرض. هذا الموضوع الله سبحانه وتعالى قالها صراحة في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا يعني الكلام اللي بدي أقول لك يا دكتور. اليوم فيليكس طلع تصريح رائع ويعني معبر، قال عندما وصلت إلى قمة العالم شعرت بالتواضع ورغبتي في الحياة الطبيعية. سبحان الله، هي كلامه صحيح، لأنه اللي قام فيه امبارح فيليكس هو آية من آيات الله حسب سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فعطف الأنفس على الآفاق. أحيانا الإنسان فينا حينما يكون بالآفاق يكون ضمن طائرة أو ضمن، لكن امبارح
نفس بشرية مستقلة عن المركبات الفضائية، وكان في الآفاق. إذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بدأ الموضوع سبحان الله من عباس بن فرناس الذي عاش في قرطبة في الأندلس عام 887 للميلاد حينما وضع الريش. وهناك أسطورة يونانية أن إيكاروس وضع الريش وحاول الطيران، لكن الشمس أذابت الشمع فسقط الريش وسقط إيكاروس. لكن الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة في سورة الانشقاق: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. ففيليكس ركب عدة طبقات من الغلاف الجوي التي هي مجموعها 7، وبنينا فوقكم 7 شدادا. إذا تحقق في هذه القفزة: أولا لتركبن طبقا عن طبق، ثانيا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأثبت بطولة ومقدرة للجسم البشري عجيبة جدا، ثالثا قام بعملية جريئة جدا فرأينا آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا أي في الجسم البشري.